زي الفترة دي من كل عام بيبدأ الطلاب المنتهين من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم لاختيار الكلية اللي المفروض انهم يدخلوها علشان بعد كده يمثلوا بلدهم ويشرفوها في المجالات المختلفة. ما تيجي اقول لك ازاي تختار كليتك؟ يلا بينا يلا بينا. 1. اولياء الامور. لازم اوجه خطابي قبل ما ابدا في اي تفاصيل لاولياء الامور. لو حضرتك والد الطالب او حضرتك والدة الطالب ضغطتوا على الطالب علشان يخش ثانوية عامة، فإياكم وإياكم إنكم تضغطوا عليه إنه يخش كلية كذا عشان خاطر يطلع زي فلان أو علان، لأنه هيفشل فيها من غير فصال حتى لو كان جايب مجموعة. 2. الأولوية. لازم يكون عندك أولويات بترتبها وأنت بتختار. أول حاجة تبقى مركز على المنح الخارجية للجامعات بره بلدك. 2. منح داخلية لجامعات جوه بلدك. 3. الكليات العادية اللي ممكن تدخلها. 3. المفاضلة. طبعا هم بيفضلوا حضرتك مع زمايلك على اساس المجموع، لكن انت هتفاضل على اساس ايه؟ على اساس الحاجة اللي انت بتحبها. طيب مجموعي مش جايب الحاجة اللي بحبها، يبقى حاجة عندك ميول ليها او جزء من التعلق من الحاجات اللي متاح ليك انك تقدم فيها. 4. الشغل، العمل، الكارير. بص، وانت بتختار الكلية ما تركزش على الموضوع ده، ركز عليه بعد ما حضرتك تدخل الكلية. يعني لما تتخرج هتشتغل ايه؟ كنا مرة نزلنا فيديو عن الموضوع ده للمتخصصين في اللغة العربية اللي هي تخصصي، ولكن قبل كده ما تفكرش، لان الشغل اولا رزق، محدش عارف مين هيروح فين، مين هيشتغل ايه، والشيفت كارير يعني مال الكوكب كله، والتميز في مجالات مختلفة. تلاقي مثلا فنان الفلاني كان خريج هندسة، والتاجر العلاني كان خريج طب، والدكتور الفلاني او الاديب الفلاني كان خريج صيدلة، وهكذا. فالكلية ليس لها علاقة بالشغل تماما في البداية، لكن بعد كده ممكن نتكلم بقى هي هتشتغل بيها ولا هتشتغل بحاجة تانية، ولا هتغير، ولا هتشتغل حاجة كنت بتحبها من الأول وما كنتش عارف تخشها. يعني ايه رأي دنيا هو تفر يا بنتي. أخيرا ربنا يوفق الجميع. كل ما كان اختيار الطالب للدراسة في مكان مرتفع على المستوى العلمي والتعليمي، كل ما ده كان أنفع لبلده بعد ما يتخرج، أيا كانت الكلية اللي درس فيها وأيا كان المكان اللي درس فيه، لأنه في الآخر بيعمل ده علشان يفيد نفسه، مجتمعه، دينه، وهكذا. أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.